خل اسولف لكم سالفه. اكو سلف من اسلاف العرب كان شايب كبير السن والعمر، وكان شايب محنك، وتعرفون شيابنا الاولين شلون، على قول تهلنا ينقدها وهي طايره، لو يلقفها وهي طايره، صحيحتين كلا الروايتين. وهذا الشايب يسولف سوالف لغز، ومرات حتى اهل المنطقه واهل السلف ما يعرفون ايش يسولف، بس الاولين اللي يمه بحله. صارت هوسه وفرد واحد من الاولاد اهل السلف ذاك اليوم حساب تضايق من هذا الشايب، ولم له ربيعه، والله قلت لكم هذا الشايب بعد صار قديمي، وهذا الشايب بعد في افكاره تختلف مو مثل افكارنا وما ادري شلون، واحنا لما نمشي وراه ونشوره. والله التفوا عليها بنفرين ثلاث هم مثل ربعه. ذاك اليوم شافوا تصرفاته تختلف وهاي، بس هو الولد الشاب ذكي، قام شو يسوي؟ يراقب هذا الشايب شلون حركاته سكناته، يحاول يمثله يقلده بنفس الوقت. تقليد صار عنده من الشايب حتى لا يجيب ناقص بقولتنا، حتى لا يفشل بطريقه. لكن هاي وين وديش وين؟ ذاك اليوم اجوا جماعه من عمامهم، اجوا يم الشايب قالوا له حجي شو انت قاعد وساكت، وفلان ابن فلان ما اريد نسميه، فلان ابن فلان شو لامله ربيعه وانا ويسولف كبار وعزايمه وكذا وما ادري شلون، شنو سالفته؟ قال لهم بويا خلوا لو خوش ولد وخوش زلمه ويطلع روحه ويسوي لنا اسم لا باس. قالوا له هو مو يدور له اسم حتى يتحيى بيك، يدور حياي عليك ويقول هذا بعد ما يعرف وكوبر ورايه ما هو صائب واحنا لما نمشي وراه. قال لهم بويا خلوه براحته، هو انا الواد انت عارفني وهو هم الواد انت عارفه، وترى عمي كل شيء بمكانه بعد هو ما تغير، والوقت يبين الزلم والكحيل يطلع ذراعه يوم الموزميه.